ما تيجي نسأل نفسنا سؤال كده. هل بما يرضي الله عجبك أداء الأهلي قدام فاركو؟ ممكن المكسب 4-1 يحسسك ان انت الفرقة تقيلة والفرقة كويسة، ومع العلم الفرقة فيها والفرقة تقيلة والفرقة كويسة كأسماء، لكن كتوليفة مع بعض انا مش مقتنع بيها. اداء الاهلي قدام فاركو بيحسسني، او في الماتشين اللي فاتوا سواء ماتش مودرن او ماتش فاركو، اداء الاهلي محسسني ان انا بتفرج على الاهلي في اخر الموسم. عارف كده اللي هو الفترة احنا عايزين نتائج، مش فارق معانا الاداء، مش فارق معانا الشكل، مش فارق معانا اللعيبة بتلعب ازاي، المهم ان انا اكسب عشان اخد الدوري. الاهلي بيلعب دلوقتي بادئ الموسم بنفس الاسلوب ده، مش حاسس بطعم الفريق مع ان الفريق مستحوذ وبينقي الكورة من هنا لهنا، مش حاسس بشكل وهوية الفريق. الاجوان اللي بتيجي آه، يعني اجوان ماتشات اخر الدوري، فاهم انا اقصد ايه؟ مش حاسس كده اللي هو في الشراسه، في الجوع بتاع اللعب. اللعيبه بتلعب بروح، لا مفيش روح، انا مش حاسس بروح خالص. كلها لعيبه بتأدي وظيفه الا وهي ان انا عايز اكسب وخلاص. الانطباع ده واصل لي من اول ماتش في الدوري، من اول ماتش مودرن. الاهلي شكله وحش، الاهلي روحه في الملعب مش موجوده، حتى النجوم الكبيره مش في احسن مستوياتها، تحسها في اخر الموسم. تريزيجيه ده لسه ما جاش، تريزيجيه لسه ما جاش من قطر. زيزو بن شرقي، زيزو للامانه هو الوحيد اللي بيعافر، اللي هو تحسه لاعب بادئ الموسم، لاعب بادئ السيزون عادي. مع الاوقات، مع الوقت، مع الماتشات تحس ان زيزو هيوصل للمستوى اللي انت عايزه منه او المستوى اللي انت مستنيه منه. بن شرقي لا، مش بن شرقي اللي انا جايبه، مش بن شرقي اللي انا مش هو ده اللي انا مستنيه منه. تريزيجيه زي ما قلت ما جاش. بن رمضان في ماتشات كاس العالم كان واعد جدا، كان بروميسنج جدا. ماتشين اللي فاتوا، ماتش مودرن ما كانش موجود، ماتش فاركو ماشي على سطر وبيسيب سطر. مش حاسه اللاعب اللي كان معايا في كاس العالم، مش هو بن رمضان. حتى الغلطات بتاعه الفريق، يعني الجون اللي دخل فينا مثلا غلطة حارس في اخر الموسم، مش غلطة واحد واخد فرصة، واخد ثقة، الجمهور بيدعمه، الناس عايزينه في مساندة، بادئ الموسم بيه. كل العوامل اللي تخليك تبقى كويس ومركز وفي كامل تركيزك موجودة. الغلطة بتاعت الجون اللي دخل، الباس بتاع هاني مش احسن حاجة للأمانة. هاني سندها له طولت، سيبها، سيبها كورنر، او هتلحق تجيبها امسك. غلطة بتاعت واحد مش في تركيزه، واحد بيفنش، واحد في اخر دقيقة في الماتش، واحد في اخر. غلطة غريبة جدا. الجون ده قيس عليه باقي الماتش، طول الماتش انا حاسس اللعيبه كده، في الباص، في التنقل، في التحرك. شكل الاهلي انا مش حاسه، وتاثير المدرب على الفرقه انا مش شايفه. يعني في الفيديو اللي كنت اتكلمت فيه عن ماتش مودرن قلت اتمنى ان انا اكون فاهم الصوره غلط، واتمنى ان الماتش الجاي تكون البدايه احسن. هي البدايه احسن بس البدايه خداعه. يعني الاهلي كسب، وده اللي الناس عايزاه، او ده اللي هيسكت الناس او هيسكت النقاد او هيسكت الناس اللي مش عاجبها المدرب او مش عاجبها اداء الفريق. ليه؟ لان انا بكسب. لكن الحقيقه بالنسبه لي الاهلي مش فرقه تقيله خالص. الاهلي مش الفرقه اللي ارمي عليها ده في هتعمل حاجه في بطوله افريقيا او هتعمل حاجه في الدوري. كده كده بحس منافسته بتبان في الاخر ومش بالصعوبه يعني. لكن الاهلي في سواء بقى في بطوله افريقيا او الدوري او الكاس، يعني انا بطالبه بعد الموسم السيء جدا اللي اتعمل السنه اللي فاتت، بطالب الاهلي الموسم ده على الاقل يا باشا كفيني بكل بطولات الموسم ده، كل بطولات الموسم ده تتاخد. لو فلتت منك واحده عاتبك فيها، والاحساس ده يكون واصل للعيبه، واصل للاداره، واصل للمدرب اللي لسه هو اصلا نفسه ما وصلش من وجهه نظري. يعني كل ده انا مش شايفه. يعني الاهلي النتيجه الكبيره اللي انا بالنسبه لي زي ما قلت خداعه، هو الاهلي عملها عشان خاطر فاركو. زي بالظبط كده لما الاهلي تعادل مع مودرن عشان خاطر مودرن. الاهلي ملوش كلمه في الماتشين. يعني في مودرن كان قادر يقفل كويس جدا على الاهلي، ما بيغلطش، ولما كان بيغلط بيروح يجيب فيك. فاركو ما كان غلطاته كتيره، فاركو ما كانش عارف يمسك نفسه قدامك، فبيغلط قدامك فانت قادر توصل. الدبل باس اللي اتعمل من ناحيه الشمال بتاعه الاهلي جه 5 6 مرات، فاركو مش عارفه تقفله، الاهلي ما عملش غيرها. كل الاجوان دبل باس من ناحيه الشمال، اللهم بس الجون الاولاني بتاع محمد شريف اللي كان من ناحيه اليمين. لكن اللي انا بتكلم فيه، يعني انا مش بقلل من مكسب الاهلي ولا بقلل من طريقه لعب النادي الاهلي، بس بقول ان خدوا بالكم، الاهلي مش بادي بدايه مبشره، الاهلي مش بادي بدايه كويسه. وانا بصراحة ممكن يجرالي حاجة لو جينا بدأنا نكتشف ده في نص الموسم، ان يا جماعة
الحقوا ده احنا المفروض نغير مدرب، ولا الحقوا النادي مش ماشي باحسن شكل. في نص الموسم دي بقى لما امشي وحش في افريقيا او امشي وحش في الدوري، والدوري خد بالك، انا بقول لك منافسته مش هتبقى زي منافسه افريقيا، بس الدوري فيه فرقتين مسعورين ماشيين وراك. بيراميدز اللي صدق في نفسه جاب بطوله قاريه وكان بينافس معاك لاخر لحظه على الدوري السنه اللي فاتت، هو اخد ثقه في نفسه. الزمالك اللي جاي لك من عركه كان بيمارسها السنه اللي فاتت، فهو جاي السنه دي مستموت على الدوري، على الاقل يخسره لك لو ما عرفش ياخده منك. فالفرقتين دول مش هيرحموا، الفرقتين دول داخلين بتركيز انا شايفه كان محتاج اهتمام من الاهلي اكتر من كده، كان محتاج تركيز من الاهلي اكتر من كده. بقول ان انا مش عايز اجي في نص المشوار احس ان المدرب وحش او ان احنا ماشيين غلط، لان انا جيت بعد كاس العالم للانديه ندمان ان احنا ما كملناش بعماد النحاس، ندمان ان احنا جبنا الراجل ده. ليه؟ لان عملنا ايه في كاس العالم للانديه؟ بيتهيألي عماد النحاس ما كانش هيبقى اسوأ من كده. فاللي انا اقصده يعني ان نلحق بدري بدري، يا اما يتقعد مع الراجل ده ويا باشا ادي البلان، لان انا لحد دلوقتي مش حاسه ثابت على تشكيل، مع انه اخد فتره اعداد كويسه محترمه. لو حسبنا يعني كاس العالم للانديه دي ضمن فتره الاعداد والمعسكر بتاع تونس، هو اخد فتره كويسه مع اللعيبه ومع الفريق، انه يقول هو عايز ايه، وانه يشوف الناس بتاعته اللي تعرف تشتغل بالطريقه بتاعته. ولحد دلوقتي انا مش شايف له خارج، الراجل مش عارف يستقر على تشكيله، حاسه كده. خناقه شوبير والشناوي دي انا متاكد انها هتظهر كده كمان شويه، ان هو كان لسه بيجرب شوبير او بيشوف هو هيرسى على شوبير ولا لا. المساكين والباكات مره ده ومره ده، بن شرقي زيزو قفشه، تحسه فعلا مش عارف يعني، مفيش حد، مفيش استقرار كده. هي دي الفرقه بتاعتي وده بديل لده وده عشان لو ده حصل كذا. لا، ده مش عند الراجل. فعلى الاقل على الاقل الناس تتكلم معاه، يا باشا انت رؤيتك ايه، انت شايف ايه، انت ناوي على ايه. ولو ما كانش احنا لسه على البر، احنا حرفيا لسه على البر، الراجل ممكن يمشي ويجي غيره. لكن هستنى اما تتعك، هوصل بقى المرحله دي، طب معلش نكمل نفس اللي حصل مع كولر السيزون اللي فات، بطولة افريقيا وما ينفعش نمشيه. هو الراجل بيعرج في الدوري وبيعرج في افريقيا، بس هنعمل ايه، ما ينفعش يمشي ما ينفعش يمشي. ايه اللي عمله كولر؟ خسر والدوري كان بيخسره، خسر افريقيا والدوري كان بيخسره ومشي وخدنا الدوري من غيره. ففكرة ان لو الدنيا جايبه هوا على الاخر، لا انا ما عنديش اي مشكله ان الراجل يمشي من نص المشوار، ما استناش عليه واديله الفرصه كامله. انا في الحلقتين دول سلبي جدا في كلامي عن الاهلي رغم المكسب، بس انا في الاول وفي الاخر بيفرق معايا الشكل وروح الفريق. انا الاتنين دول مش حاسسهم، مش موجودين عندي. فرقه فاركو بمكسبها، الفرقه اقل من الاهلي وتخسر كده عادي جدا. وهنشوف فاركو في الدوري هتبقى عامله ازاي لو ما شدتش حيلها شويه، لو ما فاقتش شويه، لا هتشيل كتير قوي من انديه كتير. لكن اللي انا بتكلم فيه ان مكسب الاهلي في الماتش ده مش دليل خالص على ان الاهلي كويس. هو ده ملخص الحلقه، او هو ده ملخص الحلقتين. الاهلي محتاج قعده، سواء لعيبه او اداره او جهاز فني، بس كده. اولا واخيرا الحمد لله على مكسب الثلاث نقط، احسن ما كنا نهدر نقطتين زي ماتش مودرن. اتمنى الماتش الجاي يكون افضل اداء وروح، مش مكسب بس. انا حاليا مش محتاج مكسب بس، المكسب بيجي عادي خالص في ماتشات الدوري وبالذات في الاول. انا محتاج الاداء والروح اللي يطمني على طول المشوار ان احنا نعرف نعمل حاجه سواء قاريا او محليا. بس يا سيدي، وبكده بقى وصلت لنهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.